بيسيبني لما بقول له الراجل المسؤول المادي عن البيت وانا اساعد بتحسين عيشه او رفاهيات، وهو عايز ياخد مرتبي ويديني مصروف. لا طبعا ما يصحش. ويعني المفروض تفرحي ان هو بيسيبك، ولو هو ما سابكيش انت المفروض تسيبيه. احنا يا جماعه كبني ادمين، من ضمن الحاجات اللي بنكتسب بيها معتقداتنا هي البيئه اللي احنا بننشأ فيها. فاحنا البيئه اللي احنا بننشأ فيها هي بنبتدي نكتسب معتقد زي المعتقدات بتاعت انه الراجل هو اللي بيوفر الاحتياجات الماديه للبيت. فده بينتقد حتى مع المبادئ اللي انت مقتنعه فيها. فهو بيختلف مع مبادئك، فبالتالي مش مناسب. ما نقعدش بقى نمسك فيه ونشد في رجليه ونحاول نغيره، نسيبه يتكل على الله. لان بكل الاحوال، كونك ان انت ترتبطي بحد انت بالنسبه لك مش مقتنعه بمبادئه، ده في الاخر هيؤدي لايه؟ ان انت هتشوفيه ان هو يعني راجل في عينيكي مش مالي عينيكي، وان هو مش محترم رجولته، مش محترم ان انت بتقارنيه بالرجاله اللي انت هتشوفيها في المجتمع، وهتحسي ان هو صغير في عينيكي. فتلاقي في الاخر مهما كان الارتباط دوت مؤقت، بيصيروا في الاخر يعني في يوم ويفركش. فبالتالي انت محتاجه حد اللي يكون متوافق مع مبادئك ومعتقداتك، وان هو يوفر لك يعيش بنفس المبدأ. يعني اديلك مثال، حتى لو الشخص دوت معهوش القدره الماديه، وانت عايزه ان انت تساعديه وشايفه ان هو شخص مناسب بالنسبه لك، تعرفي منين ان هو مناسب مش بيستغلك؟ ان هو يكون هو اللي عايز ان هو يعافر في الدنيا، وكل قرش بالنسبه له يجيله يبقى يحطه في بيته. كله قرش بيحاول ان هو يعمله علشان فرحته ان هو يعولك، فرحته ان هو يدلعك، فرحته ان هو يبقى مكفي بيته. فده اللي انت بتدور عليه. فلو هو مش بالصفات دي، فمع السلامة، في غيره.